من فترة مش قليلة والناس في مصر عمالة تعاني من ارتفاع الأسعار، وبتجيبها يمين وبتجيبها شمال عشان تقضي يومها. من فترة مش قليلة والناس غلاء الأسعار خلاها عايشة في دوامة، وأخيرا جات مفاجأة نتيجة لتحمل الناس إن الأسعار ابتدت مش تنخفض، ترتفع تاني. الأنبوبة سعرها زاد بعد ما كانت بحوالي 100 جنيه وصلت ل 150 جنيه، 50% في زيادة في سعر الأدوية. حتى الجماعة المدخنين نبشركم إن في 15% ارتفاع في سعر السجاير. كل الأسعار زادت، أعباء وراء أعباء. وده حضرتكم بيفكرنا بالمكافأة اللي نالها الشعب المصري في فيلم الليمبي، لما كان منتحل شخصية مدير السجن، فبيقول له أنا مبسوط يا هاني وعايز أكافئهم. قال له قول لي أكافئهم إزاي؟ قال له اصرف لهم 3 سنين سجن. حضراتكم دي المكافأة اللي نالها الشعب المصري بعد تحمله العذاب وارتفاع الأسعار، والأسرة المصرية والست المصرية والراجل المصري اللي مش عارف يديرها أساسا. المكافأة اللي جات إن الأسعار زادت عليه وأعباء أكتر من أعباء. بحسبة بسيطة النهاردة حضراتكم، أي أسرة بسيطة محتاجة مبلغ ما يقلش عن 10,000 جنيه في الشهر عشان تعيش حياة بالكاد، بمصاريف أساسية، لا فيها رفاهية ولا فيه حاجة خارجة عن النطاق. طيب هل الأسرة المصرية دخلها كلها 10,000 جنيه؟ ما حصلش. النهاردة الشغل متوسط العمل ما بين 4,000 و5,000 و6,000 جنيه، ده اللي يعتبر التوب زي ما بنقوله. إذا حالة الشعب في بؤس وشقاء وعذاب، أدوية وأكل ودروس وملابس، في حاجات كتير استغنى عنها المصريين. قلنا قبل كده حضراتكم بنأكد إن شهر رمضان على سبيل المثال اللي لسه ماشي من أيام، كانت السفرة المصرية غايب فيها البروتين، ما كانش فيه فراخ ولا لحمة، مع إن في الأيام اللي فاتت والسنين اللي قبل كده كان ممكن السفرة يبقى فيها نوع من أنواع البروتين. السنة دي كان الوضع مختلف، والشعب صابر ومتحمل على أساس إن ممكن يبقى فيه انفراجة. بس الانفراجة جات بشكل جميل جدا، زي ما قلت حضراتكم ارتفاع أكتر وأكتر في الأسعار. الأسرة المصرية خربت حضراتكم، خربت الحياة المصرية. هل هيفضل الوضع كده؟ هل الناس المسؤولين اللي قائمين على أعمال الناس مش حاسين بالناس؟ الناس هتعيش ازاي وهتكمل ازاي حياتها؟ الأمر أصبح صعب جدا فوق طاقة التحمل. حضراتكم الأدوية تزيد 50%، وفي أصناف من العلاج أساسية لا غنى عنها. الأكل والشرب خلاص الناس بقت تاكل وجبة واحدة أو وجبتين، والضروريات. التعليم حضراتكم الموضوع بقي فيه تخريف في الأسرة المصرية، وده نتائجه مرعبة عن المجتمع. وقلنا مرات ومرات ولسه هنقول وهنكرر إن الحياة كده أصبحت مستحيلة. خلافات الزوجية، نسبة الطلاق، هربان الأزواج من البيوت، تحمل المرأة فوق طاقتها، أو صعوبة الحياة بين الراجل ومراته. أصبحت فرحة الأسرة اختفت. حتى الناس السنة دي إقبالها كان على الحدائق العامة أو المنتزهات في العيد شبه معدوم. هيجيب منين الفرحة وهو مهموم طول السنة حاطط إيده على خده؟ دي المكافأة حضراتكم اللي كانت الحكومة مخلياها للشعب المصري. ضيف على كده حضراتكم انقطاع التيار الكهربائي اللي رجع تاني، زي ما قالوا في المثل، رجعت ريما لعادتها القديمة، عذاب ورا عذاب. بتدفع فاتورة الكهرباء وبتتقطع عنك الكهرباء، غير غلاء الأسعار الموحش. وده حضراتكم بيفكرنا بفيلم الليمبي زي ما قلنا. المكافأة للمصريين اصرف لهم 3 سنين سجن. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.